السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. قبل ما تشوفوا هذا الفيديو هذا، إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا هذه القناة هذه، تابونوا فيها وفعلوا الجرس، وما تنسوش ديروا لايك لهذا الفيديو هذا باش توصلوا لأكبر عدد من اللايكات وفرجة ممتعة. شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتيو؟ مزيان؟ صحيحتكم وليداتكم كلشي مزيان؟ نتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. قبل ما نبدا الفيديو ديال هذا النهار، كنقول البنات شي بعض المرات كنكون كنهضر كتلف لي الهضره، لانني صراحه ما كنكونش موجده، ما كنكونش كاتبه، فكنشد الكاميرا وكنبدا كنهضر عشوائي، يعني ما كنكونش موجده من قبل. فكنتمنى بانكم تقبلوا الفيديوهات ديالي. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا الصور غادي نقدم لكم التقضيه ديالي الشهريه اللي كناخذ. واخا هاد 3 شهور هذه التقضيه ديالي ولات مختلفه، لان خديت واحد الفكره اللي هي رائعه من عند الاخت تدابير فاطمه الطنجاويه، اللي كانت متتبعه ديالي، حتى هي دات القناه ديالها. القناه ديالها زوينه وتا هي، وفيها يعني حتى هي كتهضر على الاقتصاد، فكنتمناو تشوفوا القناه ديالها، لان صراحه هي عندها ما تقول. وكانت دارت هاد الطريقه هذه دارتها في القناه ديالها، وعجبتني الفكره وبغيت نوصلها لكم انا بطريقتي ان شاء الله باش تفهموا مزيان. وقبل ما نبدا لكم على الفكره، وقبل ما نوريكم التقضيه ديالي الشهريه اللي خديت، انا دابا غادي نعاود هاد الهضره هذه للبنات الجداد اللي عاد اول مره كيشوفوا القناه ديالي. اما البنات القدام راهم عارفين هاد القضيه هذه. دائما قبل ما نمشيو نتقداو يكون عندنا واحد الدفتر مسجل فيه جميع المواد الغذائيه اللي كنتقداو من الهري. كنبداو بالاساسيات اللي هي الطحين، السكر، الزيت، سنيده، المهم الاساسيات راكم عارفينها. ومن بعد كنسجلوا الثانويات. والثانويات ماشي اي واحد يقدر يشريهم، بحال مثلا فروماج الحمار، بحال المهم شي حوايج اللي هي يعني ماشي اساسيه، المهم راكم عارفين. فالثانويات ما يمكنش اي واحد كما قلت لكم يشريها. كاين اللي مكافي غير مع الاساسيات وهار ياخذ غير الاساسيات، لان الناس ماشي كلها كتاخذ نفس المبلغ. مثلا الا كنت انا كناخذ واحد المبلغ كبير، فواحد اخر كياخذوا متوسط، وواحد اخر كياخذوا صغير. الناس راه ماشي كلها سواسيه. كما قلت لكم تكون ديما مسجل عندكم داك الدفتر، ونهار اللي تبغيو تمشيو تقداو كتاخذوا ورقه وكتبداو تسجلوا شنو غادي تجيبوا. وقبل بعدا كندور في الكوزينه ديالي، كندور شنو عندي، شنو باقي لي، شنو هذا، وعاد كناخذ الورقه ديالي وكنبدا كنسجل خصني هذه، خصني هذه، خصني هذه. وكنمشي لعند مول الهري باش ما نتلفش، يعني ما تمشيش عند مول الهري عاد تبداي كتقولي عطيني هذه وعطيني هذه، راك غادي تجيبي حوايج وحوايج غادي تنسيهم. فدائما الورقه والستيلو كما كنقول لكم ديما. ونبدا لكم بالتقضيه ديالي هي هذه. هنا جبت 10 كيلو ديال الدقيق. كنت كنجيب الشمعه والثلج ما بقى لهمش، جبت مطاحين الشروق، وغادي نجربها هاد المره ونشوف كيفاش دايره. هنا جبت طحين ديال القمح بالنخاله. هذا ماشي ديال الشركه، هذا يعني تيطحنوه على اليد وكيبيعوه. مازال عندي 3 كيلو، هنا جبت 6 كيلو. وبالنسبه للمعجنات والقطاني، فالمعجنات جبتهم من الهري، وبالنسبه للقطاني هذه شي 3 المرات دابا كنجيبهم من السوق الاسبوعي. جربتهم صراحه وزوينين بزاف بزاف، نقيين وزوينين. العدس سولت عليه في الهري قال لي 220. في السوق الاسبوعي كيدير 160 الكيلو. فجبت نص كيلو ديال العدس، وجبت نص كيلو ديال الفول. هانتوما كتشوفوا زعما راه نقي وزوين، يعني ما فيه حتى شي حاجه. وجبت نص كيلو تاع البصاره. بالنسبه للفول والجبانه كيديروا 10 دراهم الكيلو، انا خديت نص كيلو، نص كيلو بيناتهم بجوج كيلو. وبالنسبه للعدس حتى هو كما قلت لكم خديت نص كيلو ب8 دراهم، كيدير 160. خديت نص كيلو ب4 دراهم، سمحوا لي سيدي، كيدير 8 دراهم، خديته ب4 دراهم. وهنا اللوبيا ب15 درهم. ما عرفتش شحال كدير في الهري هي والبصاره. بالنسبه للوبيا هي هذه 15 درهم، وراها زوينه، يعني البنات جربتها والله العظيم الا زوينه. بالنسبه كما قلت لكم المعجنات خديتهم من الهري. هنا خديت كيلو ديال المقارونيه، وخديت
كيلو ديال الرز كلاصي. بالنسبه للرز كلاصي هكا غير صفا ولا نطيبو مع الخضره والدجاج. ولا بالنسبه للرز العادي لان مازال عندي شي حاجه ما جبتهاش، بالنسبه للرز العادي كنديرو غير في الكفته ديال الحوت. مازال عندي، خديت كيلو راه مازال عندي، وخديت نص كيلو ديال الشعريه ونص كيلو ديال المحمصه، وخديت 2 كيلو ديال الكسكسو رقيق بزاف زوين، وخديت حك ديال المطيشه، وخديت بالنسبه المطيشه ديال الحك بغيت نقول لكم البنات يعني ما تعاودوش تاخذوا هذيك ديال القصدير لان شي مرات كيكون طارق فيها السطا، فمن الاحسن خذوا ديال الدجاج. وبالنسبه للخميره جبت باكيه ديال الخميره معجونه، وسنيده خديت 2 كيلو مازال عندي كيلو، واتاي خديت سلطان مازال عندي باكيه. وبالنسبه للخل خديت هاد القرعه الكبيره، وخديت 2 باكيات ديال الخمارات حمر وباكيه ديال الخماره بيضاء. بالنسبه للباكيه الخماره بيضاء راها مازال عندي نص باكيه، ومازال عندي السميده ديال الحرشه، ومازال عندي الفينو باش كنصاوب الملا وداكشي. وخديت هنايا 2 علب ديال الفرomاج الاقتصادي. بالنسبه مواد التنظيف هنا خديت الشامبوان حجم عائلي، بحال مثلا دابا الشامبوان يقدر يدير لي شهرين. انا عندي الشامبوان ديالي باش كنغسل، هذا خديته ليهم هما. انا جربت واحد الشامبوان صراحه زوين بزاف بزاف، دابا نشاركو معكم الا بغيتيو. خديت هاد القرعه الكبيره، وهنايا خديت اطرو ديال جافيل، هذا خليته غير الحوايج البويض. بالنسبه للتسياق فانا كنستعمل الروح ديال جافيل. وخديت هنايا طاسه ديال اوني وجوج ديال الصابون. هذا عندهم هكا خديته من الهري داير بحال هكا، ما عرفتش علاش داير بحال هكا. المهم ان شاء الله انا غادي نشارككم بواحد جوج، غادي نشارككم ان شاء الله بجوج وصفات وحده ديال الماعن وحده ديال غسيل ديال الحوايج زوينين بزاف بزاف، ان شاء الله غادي نحطهم لكم. داكشي علاش خديتهم. وهذه هي التقضيه ديالي اللي غادي تكفاني في هذا الشهر هذه ان شاء الله. وكما قلت لكم مازال عندي شي حوايج بحال العدس الحمار، بحال الحمص حتى هو راه ما شفتيش، راه مازال عندي. والسكر كاين، تي ديال الماكينه مازال عندي. هذاك الشيء علاش ما حطيتهم لكمش هنايا. وهذه هي الفكره اللي غادي نشارككم بها ان شاء الله، وغادي تعجبكم بزاف بزاف. بالنسبه لزيت الزيتون بزاف تاع البنات كيقولوك ما كتشريش الزيت البلديه، ما كتوريهاش. حنا الزيت البلديه كناخذوها من العام للعام. داكشي علاش ما كنبين لكمش الزيت البلديه. حنا كنطحنوها من العام للعام، كنطحنوها بكميه كبيره وخلاص. للناس اللي هذا راه كياخذوا بالاطرو بجوج اطرو، حتى هما راهم غادي يدخلوها في التقضيه ديالهم ويشوفوا الكميه اللي غادي تكفاهم من شهر لشهر ياخذوها. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو كما قلت لكم الفكره اللي هي رائعه بزاف بزاف. والله البنات الا جربتها وعجباتني بزاف بزاف، اللي هي كتجيبي بحال دابا مثلا انا 500 درهم كنحيد مثلا 300 درهم، كنت شهريا كنحيد 300 درهم. هاد المره خسرت اكثر من 300 درهم في هاد التقضيه هذه. كتاخدي 300 درهم كتجيبي بها غير داكشي اللي غادي تحتاجيه في داك الشهر، ما تجيبيش ما اكثر منه. بحال دابا مثلا انا غادي نحتاج كيلو ديال اللوبيا، صافي كنجيب غير كيلو ديال اللوبيا، ما نجيبش 2 كيلو ولا. المهم غادي نجيب اللي غيقدني في داك الشهر صافي، ما نجيبش ما اكثر. وال200 درهم مخلياها الستوك من شهر لشهر كنجيب حاجه وكنحطها. هذه 3 شهور كما قلت لكم جربت الفكره وجاتني زوينه بزاف بزاف. بحال يعني الشهر هذه تقريبا شي 3 شهور خديت باكيه ديال كرتونه ديال السكر ب 1800، وراه مازال عندي تقريبا شي 3 ولا 4 ديال القوالب ديال السكر. وخديت اتاي 6 ديال الباكيات، وخديت 10 كيلو ديال تيد الماكينه. كل شهر كناخذ حاجه بحال السكر واتاي خديتهم في شهر واحد، وتيد الماكينه خديتهم مع شي حاجه مبقيتش عاقله شنو هي في الشهر الثاني.
ودابا الشهر الثالث خديت 3 البواده ديال الزيت، خديت عافيه ب60 درهم. هذا البيدو 60 درهم البيدو. وهنايا خليت 2 و5 ايطرو، حيدت منها ايطرو وزدت عليه الزيت ديال العود. هذاك ال5 ايطرو غادي نخليها غير للطياب. وان شاء الله ها نتوما معنا كل شهر غادي نوريكم السطوك اللي غادي نجيب، وبهذه الطريقه غادي توفري اكثر واكثر، وان شاء الله غادي تعجبكم النتيجه كما كنقول لكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.